السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم شيبسي بطعم الفراخ، طعمه رهيب جدا. طبعا هي مش حاجة يعني مكلفة ولا حاجة، عبارة عن مرقة دجاج زي ما انتم شايفين. بقوم دق عليها كده وافركها كده اهو. دي طبعا فيها البهارات اللي انت عايزاها كلها، ومش محتاجة ملح ولا اي حاجة خالص. بدل ما نجيب الشيبسي من بره يا جماعة، بصراحة اللي أنا سمعته عن الشيبسي وتعبه يعني حتى بيعمل زهايمر للأطفال، وبيعمل هشاشة عظام. سمعت كتير بجد والله، فزعلت جدا. فطبعا بعمل لأحفادي، بعمل لهم الشيبسي بدل ما أروح أجيب مثلا كيس شيبسي يكون ضرر ليهم، لا أعمل لهم حاجاتنا في البيت وأسعارها مخفضة. يعني بطاطساية كبيرة أو اتنين، حبيتين دول حبيتين بطاطس زي ما انتم شايفين اهو. وولعت على الزيت. طبعا بنحط المرقة كده، عايزة تحط اتنين طبعا ما انت عايزة، بس عشان ما تبقاش حادقة معانا اهي، بيبقى طعمها جميل قوي اهي يا جماعة. دي مرقة دجاج اللي هي الفراخ اهي. انا هوريكم الطعم بالقرمشة بكله. طبعا انت بتنقعها شوية، ما حطيتش فيها ملح، مية بس اهو. وهنحط مع بعض. طبعا الزيت بدأ يسخن معانا اهو. بسم الله. شوفوا انا بحط واحدة بواحدة كده، ما بحبش احط يعني كله مع بعض اهو كده. بصوا ومش هنكتر في المقلاية البطاطس كتير عشان ما تلزقش وتاخد القرمشة بتاعتي اهي. هي راح كده زي ما انتم شايفين بدأت تحمر معانا اهي. طبعا احنا عارفين اللون ما شاء الله اللي احنا هنطلعه، لونه بيبقى دهبي جميل كده. مش هياخد مننا وقت خالص. شايفين انا سايبه بس الكاميرا مفتوحه دلوقتي علشان اصور لكم كل حاجه بالظبط اهو. بصوا كده، شوفوا منتهى الجمال بصراحه يعني. نحاول نقلب كده ويطلع اللون العسل اللي احنا بنحبه. خلاص كده طلع بقى. شوفوا بسم الله ما شاء الله. دي طبعا مش اول مره ان انا اطلعها، لا دي تاني مره ما شاء الله. واتاكل منها زي ما انتم شايفين كده اهو. بقوم مهديه النار خالص علشان احاول اطلع البطاطس ما تتحرقش مني، عشان عما هي تيجي تطلعها تكون بقيت اتحرقت. لا طبعا بحط كده اهو. نحاول نفككها من بعض خالص كده عشان ما تبقاش لازقه وتبقى تخينه ما تقرمش معانا اهو. بسم الله. شوف بقى البطاطس اللي احنا طلعناها، بصوا كده، شوفوا الجمال، شوفوا سامعين اهي. طعمها جميل جدا اهي. زي ما انتم شايفين كده بطلعها واحده واحده، طعمها في منتهى الجمال اهي. انت حابه بقى تحطي مرقه، تحطي ملح وخل وليمون، اي حاجه انت بتحبيها اعمليها.
ما شاء الله بيطلع القرمشه. بس الرك كمان يا جماعه تكون البطاطسايه من النوع اللي هي بتتحمر ما تتحرقش معانا زي دي كده اهي. دي بطاطس معروفه اسمها سمونت، جميله جدا اهو. شايفين؟ طبعا بوريكم القرمشه، كل ما شاء الله ما اطلع حاجه لازم تتاكل ليه؟ من حلاوتها. ولا تقولي ايه رايك يا انس؟ دوق كده طعمها حلو. الف هنا. كده خلصت طبق البطاطس الشيبسي زي ما انتم تسمعوا بقى كده. طبعا هو بيتكلم عن نفسه. احلى حاجه يا جماعه ان احنا نعمل الشيبسي في البيت للاطفال، لان مضر جدا والله. اللي سمعته بصراحه يخوف. اي طفل لازم احنا نخاف عليه، ولادكم مفيش اغلى منهم. فطبعا لازم نعمل الشيبسي في البيت ومش هيكلفكم حاجه. التاني فيه ماده حافظه، فطبعا يبقى غلط على الاطفال اذا كان كبير ولا صغير بيحبه. فلازم نعمل احنا الشيبسي في بيتنا. انت حابه تعملي شكلي زي ما انت عايزه. فانا حبيت ان انا اطعمها بمرق الدجاج، طعمها باي حاجه. برضك نفس الحكايه في الفشار، بقوم حاطه ممكن مرق الدجاج، بيديله طعم جميل جدا اهو. شايفين؟ ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم.